مشكلتنا كجماهير ومتابعين لكرة القدم السورية إنه نحن بدنا نطلع السلم 10 درجات 10 درجات، يعني قبل البطولة ما كان حدا متفائل، تأهلنا على الدور الثاني كإنجاز تاريخي لأول مرة. برضو الناس ما عجبها هذا الشيء، وصارت في ناس كثير طلعت أصوات كثير صارت تلوم المدرب واللاعبين. الخطوة الجاية إن شاء الله بتكون النتائج أفضل. المشكلة إنه الناس نسيانة إنه هذا المنتخب غير متجانس مع بعضه، لسه هي رابع مباراة بيلعبوا مع بعض. في 4 لاعبين ما بيحكوا لغة عربية جيدة. بدنا وقت. المنتخب الإيراني 8 سنين منسجم ولعبانين كأس عالم وخبرة أكثر. بينلام المستر هيكتور كوبر إنه مثلا بآخر بالشوطين الإضافيين صاروا عم يلعبوا ب10 لاعبين المنتخب الإيراني، وكان ممكن نضغط أكثر، ولكن ما كان في عنا هالخيارات اللي ممكن تعمل النقلة النوعية. على العموم الشيء اللي صار كان جيد جدا ويبنى عليه للمستقبل القريب والبعيد.